أحد الفتيات ماسكة الجوال وفي المطاف، وكير كير كير تضحك تدرج، أجيها من قدام تلف، أجيها من الجهة دي تلف. أبغى أنصحها، الناس الشباب ملتمين عليها، قاعدة بتقول نكت تتكلم والناس بتطوف، يبغى ينصحها. في الآخر لما شافته بضايقها قالت له إيش في؟ إيش تبغى مني؟ إيش تبغى مني؟ تقول للشيخ. قال لا اتق الله، اتق الله، أنت في بيت الله في الصحن، وشوف الشباب كلهم قاعدين يستنوك يطالعوا يمين وشمال، اتق الله. تعرفي قالت له اتق الله الآن، لو ربنا أرسل لك ملك الموت الآن وأخذ روحك، لو أرسل ملك الموت الآن وأخذ روحك، إيش يكون موقفك؟ إيش قالت له أقول لك أدلف، يعني أقلب وجهك، خلي ملك الموت حقك هذا استناني ببوابة 9، خلي ملك الموت استناني عند بوابة 9. يقول ما دام قالت الكلمة هذه، قال أنا اللهم بلغت اللهم فاشهد. خرج، يقول خرج كمل طوافه السعي حقه ويلاقي لما عند بوابة رقم 9، فجاء كانوا مغطينها بالعباية حقتها، غطيها بالعباية، فطلعت هي نفس الفتاة اللي قالت تحدث ربنا خلي ملك الموت استناني بوابة 9. ما خرجت رجلها من القبر بوابة 9 إلا وربنا راسل لها ملك الموت. تتحدى مين؟ مين أنا ولا أنت تتحدى الله؟ مين اللي أنزل الرياح والبرق والرعد والبراكين؟ عوامل طبيعية، عوامل طبيعية، لكن مين اللي سخرها؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ مين اللي خلقك؟ أليس الله عز وجل؟ من ماذا خلقك؟ من تراب. هذا الجسم وهذه العضلات وهذه المادة والفلوس والمركز وهذا كله خلقت من تراب، وسوف تعود إلى هذا التراب غصبا عنك، غصبا عنك سوف تعود هذا التراب. لمتى تكابر نفسا؟ نكابر لمتى؟ تكابر على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة يا أخوان. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.